السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو لسه ما عملتيش الممبار او عملتيه، تعالي بقى هقولك على حاجه كده حلوه. لما تيجي تعمليه المره الجايه تعمليه بتركه كده حلوه، هتخلي ريحته تجيب اخر الدنيا. زي ما انتم شايفين كده اللون والحجم والشكل. انا ما بجيبش الممبار تكون مليان او تخين، وفي الحشو ما بملاهوش قوي زي ما احنا شايفين كده. الرز بصوا مفلفل، بصوا عامل ازاي من جوه، تحفه، طري جدا، واللحم بتاعه مستوي، والرزايه من جوه مفلفله ولا اروع. تعالوا نشوف مع بعض السر اللي انا عملته او التكايه اللي انا عملتها مع الممبار. طبعا الممبار انا جبته وغسلته وقطعته بالمقاس اللي انا عايزاه زي ما انتم شايفين كده. يعني كل واحده فينا بتقطع الممبار بالمقاس اللي بيريحها. هو ده المقاس اللي انا بستعمله او ده المقاس اللي انا بعمله. يعني عايزه تصغريها عن كده اوكي، عايزه تعمليها برده اكبر من كده ماشي، بس هي دوبك كده حلوه قوي. قبل ما تيجي تحطي فيها الرز وتسويها بيكون بالحجم المظبوط. دول حوالي 3 بصلات مفرومين زي ما انتم شايفين كده، مفروم ناعم. وطبعا الخضره بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده مغسوله ومتصفيه وزي الفل ومتقطعه. هنجيب بقى حاجه كده وهنقول بسم الله وهوريكم هنعمل ايه. اول حاجه هنزل بالبصله زي ما احنا شايفين كده. وبعد ما يحط البصله ده عندي دي توابل بتاعه محشي، توابل محشي كيس كده جاهز. توابل محشي. هتقولي طب ما احنا بنحط توابل، بس دي بتودي الخلطه في حته تانية خالص، بتخلي ريحتها كده مميزه. هنحط بقى كل التوابل اللي على بالك واللي بتحبيها كلها. انا عن نفسي بحط كزبره ناشفه، بحط فلفل اسود، بحط بابريكا، بحط ملح، بحط حبه زعتر. بصي كل اللي انت بتحبيه في التوابل حطي. اهم حاجه الخطوه دي انك تفضلي تعصري لحد ما البصله هتجيب ميتها. لو انت خدتي بالك ان انا بشاور على ان البصله جايبه ميتها زي ما انت شايفه كده. يعني كل ما بتعصري فيها مع التوابل، انا كنت لسه حطيت الملح بتاعنا اهو، هتظبطيه زي ما انت عايزه. اهم حاجه الملح يكون مظبوط كده تمام. اهو خلصت اهو، حتى لونه باين. انا كده هنزل الرز مغسول ومتصفي مش منقوع. هبدا بقى نقلب كل الكلام ده كله مع بعضه زي ما انتم شايفين كده. هتيجي بقى عند المرحله التانية بقى اللي احنا اهم حاجه انت بتعمليها طبعا الصلصه بتاعتنا. الصلصه انت بتعمليها ازاي حلوه وازاي بتطلعيه طعمه مسكر. اهم حاجه يكون مسكر. الاول انا كنت بقطع الطماطم وبحطها كده نيه خالص كده بحطها عليه. اصبح دلوقتي انا بقيت اعمل تركايه تانية خالص، لقيت الطعم بقى احلى بكتير. ايه هي بقى التركايه دي؟ ان انا بضرب طماطم لوحدها كده في الكبه من غير ولا نقطه ميه. استني كده عشان بمشيش ورايا كده في الخطوات واسرع عليكي. انا كده بوريكي ان الرز اتشبع بالتوابل وبالبصل، حتى الرز بتاعي اخد من لون التوابل. دول حوالي 3 طماطميات 4 طماطميات على حسب ما انت عايزه، بس دي ولا نقطه ميه بوريه كده في الكبه. انا كده هخلطهم، هم دول اللي هيخلوا الطعم مسكر. طب والتسبيكه هتخليها لونها كده بس؟ لا يا حبيبتي، انا مسبكه التسبيكه العاديه خالص اللي احنا بنعملها للمحشي. هاخد منها الكميه زي ما انت عايزه. انا كده حددت الكميه اللي انا عايزاها، ولو عوزت زياده هحط. اهو تمام كده. اهو انا كده فضيت التسبيكه بتاعتي بعد ما خلصت اهو تمام كله كده زي بعض. بصي اللون بتاعها عامل ازاي. بتاع الصلصه بتاعتي متسبكه تسبيك حلو جدا لحد لما الزيت بتاعها بقى على الوش، يعني كده خلاص هي السبكه جابت اخرها. نزلت عليها بقى بالخضره ومع الطماطم مع الصلصه اللي انا مسبكه، وادي شكلها وادي لونها. عايزه اقولك ان ريحه الخلطه بس كده جميله، توديكي في حته تانية خالص. انت لا اهم حاجه في الموضوع انك انت تعملي زي ما بقولك كده في البدايه، انك انت تحطي البصله مع كل التوابل وتعمليها مع بعضها. دلوقتي انا بوريكي خطوه، الخطوه دي مهمه جدا. ناس كتير قوي لما بتيجي تحشي الممبار بتحشي الممبار في الرز كله، بيبقى طعم الرز ممبار. يا جماعه كده غلط. الرز خساره، حتى لو فاض منك حبه تقدر تستعمليهم. لو جيتي عملتي بيهم محشي يبقى المحشي بتاعك بطعم الممبار. هتيجي تعملي بيهم حتى لو سويتيهم وجيتي تاكليهم كده يبقى طعمه بطعم الممبار. لان طبعا الممبار ليه ريحه مميزه وليه زفاره كده معروفه، فهو طبعا بعد الغسيل والكلام ده كله بس ليه برده ليه ريحه الممبار مميزه. ما تحطيش بقى انت الرز كله في قلب في الممبار مع بعضه كده وتحشي. لا، خدي حبه على جنب. الكلام ده لكل اللي ما بيعرفش يعمل الممبار او ما يعرفش خطواته، او للبنات اللي لسه مبتدئه او ما دخلتش مطبخ قبل كده. دي خطوه مهمه جدا. تاخدي حبه الرز وتحشيه زي ما انت شايفه كده، ولو عوزتي خدي تاني زي ما انت شايفه كده. الفتحه اللي انا بفتحها اهو، وباخد الممبار بتاعي اهو اهو زي ما انت شايفه. في ناس بتفتحه كده وتعبيه تعبيه على طول على طول على طول. انا بقى دي طريقه بص زي ما انت شايفه كده اسهل لي بكتير. يا دوبك بفتحه زي البق وبملاه، اخد على اللي انا عايزاه وامشيه في الممبرايه كلها، وبصفشيله من اي رز زياده
وابدا انا احطه على جنب في اي طبق تاني جنبي او اي حاجه. ادي كده الشكل. بصوا الممبار بتاعي عامل ازاي ومش تخين. الممبار بتاعي مش تخين، الممبار بتاعي حلو قوي وحجمه حلو جدا زي ما انتم شايفين كده اهو. بص حتى والله انا ما عارفه افتحه من كتر ما هو ضيق جدا وصغير جدا. طبعا ده في الاخر بيبقى طعمه جميل وبيبقى السوا بتاعه خفيف وبيخلي الطعم احلى، لانه العجل مش كبير، او العجل اللي هو بياخده منه المصران ده مبيبقاش كبير، فالممبرايه بتبقى طعمها جميل وسكر خالص. انا كده هخلص بقيه الكميه بقى وارجع لكم تاني واوريكم ان انا خلصت وعملت ازاي. وادي الممبار بتاعي بعد ما خلصته كله، هنزل عليه بالحبهان وورق اللوري زي ما انتم شايفين كده في قلب الميه المغليه زي ما انتم شايفه. وهبدا بقى ان انا اجيب الممبار بتاعي وهسقطه في الميه. انا بسقطه وانزله واطلعه بس عشان ياخد اللمه بتاعه الممبار بس مش اكتر، يعني بنزله واطلعه كده عشان خاطر لما ينزل ما يفتحش قوي. فيه هيفتح وفيه مش هيفتح، بس برضو الحركه دي كانت مهمه بحيث انها تاخد معايا الشكل اللي هو مدور شويه. انا هنزل كل الممبار بتاعي زي ما انتم شايفين كده. انا خلاص كده سويته واخدت منه واحده كده وجربتها، الرز مستوي زي الفل. وادي اهو خلصته واطلعه بقى من الشوربه بتاعته وهسيبه لما يتصفى خالص طبعا عشان ما يفرقعش معايا وانا بحط على في الزيت زي ما انتم شايفين كده. بصوا الشوربه مفيش ولا حبايه رز، مفيش حاجه فرقعت، السوا مظبوط. الزيت بتاعي اهو انا بشوفه لسه مسخنش قوي، فانا هستنى كده لما اشوف هعمل تيست واحده كده لسه ما سخنش، فانا مش هحط تاني. اشوف بقى لما يسخن شويه كمان وبحط، او بدا ان هو يسخن اهو، بدا يعمل فقاقيع كده حواليها كده، يبقى كده خلاص. هبدا بقى في التحمير بتاعي وهوريكم اللون اللي في النهايه بيبقى شكله عامل ازاي. وزي ما قلت لك اوعي تكوني خايبه وتحطي الرز كله على بعضه، تعملي الخطوه دي وخلي بالك منها كويس قوي عشان ما حدش يقول عليكي خايبه وتطلعي قدام الناس شكلك وحش. شايفين هو ده اللون اللي انا عايزاه، انا مش عايزاه اكتر ولا اقل من كده. اللون بتطلع لونها ذهبي وما بتاخدش هي اصلا وقت خالص في التسويه، يعني هي مش شافت بس ما تاخد اللون وتيجي تقلبيها على الناحيه التانية يبقى خلاص كده ما شاء الله كله ادخل اللون. يعني الكميه دي كلها ما بتاخدش معاكي نص ساعه ولا ربع ساعه وتكوني خلصتي كله. انا كده بوريك اهو، هو ده اللون على الجنبين زي الفل تمام. هخلص بقى كده وهوريكي بقى من جوه شكله عامل ازاي، وازاي التسويه بتاعته مفلفل، واللحم بتاعه اول ما تقطميه بيتفتح معاكي بسرعه لان لا مجلد ولا الممبرايه ناس لسه ما استوتش ولا اي حاجه، كله زي الفل. عايزه اقول لك ان الطعم ولا اروع بجد، كان طعمه حلو قوي وكانت ريحته تشهي وجايب اخر الدنيا. هي تركيه بسيطه بس بتوديكي في حته تانية. ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش بقى اللايك. انا هفتح دلوقتي اهو عشان خاطر اوريكي من جوه. بصي الرز حتى بصي بيقع ازاي، يعني مفلفل الرز، لا معجنه ولا الرز من جوه مهري ولا اي حاجه خالص. واول ما بتقطميها بتتقطع